رسميا رئيس نادي الزمالك بيقول لو الثلاث لعيبه اللي عملوا مشكله امبارح بعد الماتش اتحرموا من المباراه النهائيه هينسحب من المباراه او هينسحب من السوبر كله. والراجل ده مش اول مره يهدد بالانسحاب او مش اول مره ينسحب. احنا متعودين منه ان هو ينسحب قدام الاهلي كتير. الراجل ده اخر مره لما كسب الاهلي هو فرح بالمكسب. حلو. هو عايز يفضل قافل على المكسب ده كتير. عارف ان النادي الاهلي لو لعبه ممكن يكسبه. انا مش بقول اكيد هيكسبه، لا ممكن يكسبه. هو عايز يفضل فرحان بالمكسب ده كتير. فهو دلوقتي بيهدد لو الثلاث لعيبه اللي اتخانقوا مع الامن بتاع الاستاد امبارح اتحرموا من المباراه النهائيه او اتمنعوا من المباراه النهائيه هينسحب. هل ده كوره؟ هل ده طبيعي؟ يا جماعه اللي بيحصل ده مش طبيعي. اللي بيعمله نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك وكل رئيس بيجي نادي الزمالك يهدد بالانسحاب او يبقى في فوضى، دي اسمها قله ادب مش كوره. دي اسمها قله ادب مش كوره.